ايه اللي ممكن يحصل لو جيوش من العبيد كانوا في يوم من الأيام أكبر قوة عسكرية في مصر؟ تخيل إنك تسيب ممالك كاملة تتحكم فيك وبعد كده تلاقي جيوش من العبيد بيسيطروا على الحكم. ده بالظبط اللي حصل مع المماليك. النهاردة هنتكلم عن قصة المماليك من بداية ظهورهم كعبيد مقاتلين لحد ما وصلوا لأعلى قمة القوة، لغاية لما جه محمد علي باشا وقضى عليهم في معركة غيرت تاريخ مصر للأبد. هتعرفوا في الفيديو ده ازاي دولة سقطت بالكامل بسبب حكم المماليك وازاي انتهت سلطتهم في لحظة واحدة. القصة بتبدأ في القرن ال13، في وقت ما كانت مصر تحت حكم الأيوبيين، ومن هنا بدأت قصة غريبة. الأيوبيين في وقتها كانوا بيحتاجوا جنود أقوياء يحاربوا معهم في الحرب، وكانوا بيجيبوا جنود من بلاد بعيدة قوي زي القوقاز وتركيا علشان يبقوا عساكر أقوياء. لكن مين كان يصدق إن الجنود دول هم اللي جابوهم؟ لكن مين كان يصدق إن الجنود دول هم اللي هيقلبوا الموازين في يوم من الأيام؟ الأيوبيين كانوا قاعدين في الحكم بس مش لوحدهم، وكانوا بيحتاجوا لمساعدات على مر العصور من جيوش أقوياء. فظهر عندهم حاجة اسمها الجنود المماليك. المماليك دول كانوا في البداية عبيد جايين من مناطق بعيدة زي بلاد القوقاز وتركيا وروسيا، لكن بدل ما يبقوا عبيد اتدربوا على يد أفضل القادة وتعلموا فنون القتال، ولأنهم كانوا محترفين بدأوا يتدرجوا في الجيش. إزاي بقى المماليك دول حكموا مصر؟ في بداية القرن ال14 المماليك بدأوا يسيطروا على الحكم في مصر، وده حصل لما سلطان مصر وقتها كان اسمه الناصر محمد ابن قلاوون عين مملوك ليه اسمه سيف الدين برقوق ولي على الشام، وده كان أول مملوك يحصل على لقب سلطان. ومن هنا بدأت المماليك يسيطروا على الحكم بشكل كامل ويستولوا على السلطة، وبدأوا يأسسوا حكمهم على أسس قوية لدرجة إنهم كانوا بيجيبوا جنود من بره، ومع ذلك كانوا بيفضلوا متحدين وأقوياء. في القرن ال15 بقى كانوا المماليك في قمة قوتهم، وده بفضل تطورهم العسكري وبفضل قوتهم في إدارة الدولة وتوسعهم في التجارة في مصر. مصر وقتها كانت واحدة من أكبر القوى في المنطقة، وكان المماليك هم اللي ماسكين البلد. لكن في نفس الوقت ظهرت مشاكل داخلية زي صراعات بين أمراء المماليك والتنازع على السلطة، وده كان بداية ضعف حكمهم، ودي كانت بداية النهاية. في القرن ال16 دخل العثمانيين على الساحة، وهنا كانوا بيدوروا على توسيع لإمبراطوريتهم. المماليك في الوقت ده كانوا بدأوا يضعفوا بسبب الصراعات الداخلية بينهم، وكمان بسبب وجود دول تانية منافسة زي إيران. العثمانيين بعد ما دخلوا مصر بدأوا يفرضوا سيطرتهم على المماليك، وبرغم كل الصراعات دي إلا إنهم كانوا بيحاولوا يكملوا، لكن جت الضربة القاضية بقى على إيد محمد علي باشا. وصل للحكم محمد علي وكان قائد عسكري قوي، وكان عنده رؤية كبيرة علشان يطور الجيش المصري ويخليه من أقوى الجيوش في المنطقة. فقرر محمد علي إنه يقضي على المماليك بشكل نهائي. جمعهم في القلعة وقال لهم أنا بدعوكم للاحتفال. ولما دخلوا القلعة اتفاجئوا بهجوم مفاجئ من الجيش المصري. القتل كان رهيب واتقضى على معظم كبار المماليك في معركة واحدة بس، وقدر محمد علي إن هو يخفي المماليك من الصورة تماما، وبقى هو الحاكم الفعلي لمصر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وشاركونا في التعليقات عايزين تعرفوا ايه اكتر، وشاركونا في التعليقات عن اكتر فترة عايزين تعرفوا عنها اكتر.